العربيات الكهرباء هتبقى محتاجه باسبورات بعد كده عشان تتباع في اوروبا. اهلا بيكم، انا ايمن محمد من برنامج اي رايد. النهارده معانا عده اخبار ممكن تكون مهمه جدا لكل المهتم بقطاع السيارات الكهربائيه في العالم وفي مصر. امريكا هتصرف 150 مليون دولار عشان تصلح النتورك الخاصه بشواحن السيارات الكهرباء. جوجل مابس بدات تدمج خدمات جديده ومهمه جدا لكل ملاك السيارات الكهربائيه هتساعدهم ان هم ياخدوا درايفنج اكسبيرينس افضل. نزول اسعار تسلا موديل واي في اوروبا بشكل حلو جدا من 4 ل 10%. العربيات هتحتاج بعد كده باسبورات عشان تتباع في اوروبا. بالنسبه للاخبار المحليه فعندنا خبرين. اول خبر وهو نزول شكل جديد للعربيه الجيلي جيومتري سي في مصر من ابو غالي. الخبر الثاني وهو ان شركه اكسبنج بقت موجوده بشكل رسمي في مصر من خلال وكيل جديد وهو شركه رايو. قبل ما نبدا حابب اشكر كل الناس اللي عجبتها اول حلقه واللي دعمونا بشكل كبير جدا. امريكا هتصرف 150 مليون دولار عشان تصين النتورك الخاصه بشواحن عربياتها الكهرباء. الخبر ده مهم جدا وعشان كده قررنا نتكلم عنه، وهو لانه بيفوكس على نقطه مهمه جدا في مجال او الاستثمار في البنيه التحتيه الخاصه بالسيارات الكهربائيه. الخبر بيقول ان ال 150 مليون دولار دول رايحين لصيانه وتحديث لشواحن الخاصه بالعربيات الكهرباء. امريكا قررت ان هي تاخد الخطوه ديت لان هي مؤمنه ان عشان العربيات الكهرباء تنتشر ما بين كل الناس لازم النتورك تكون ريلايبل جدا، اعتماديه جدا، والاب تايم بتاعها او ان هي دايما جاهزه للتشغيل من غير مشاكل يكون عالي. وده طبعا دي خطوه مهمه جدا، لان دايما بنشوف على قد ما موضوع السيارات الكهربائيه وانتشار البنيه التحتيه بتاعه سهل او ان انت تركب شاحن الموضوع سهل، ولكن الاهم هو مش ان انت تركب شاحن او ان انت تشتري شاحن وتركبه. الاهم ان هو قد ايه الشاحن ده هيكون اعتمادي، قد ايه اليوزر اللي معاه عربيه كهرباء اما هيسافر هيلاقي الشاحن شغال وهيلاقي معمول له الصيانه المناسبه ان هو فعلا اقدر اعتمد عليه في سفري وما بقاش قلقان وانا ماشي. واللي انا شايفه بعد كده هيكون علامه قويه جدا ومؤثره جدا في تقييم اي شركه، وهو قد ايه الشواحن بتاعتها اشتغلت او اليوتيلايزيشن ريت بتاعها كان قد ايه. يعني مش بس انا ركبت شواحن كتير، ولكن قد ايه الشواحن دي فضلت شغاله وخدمت ناس كتير. وهنا يورينا ان الطريقه اللي بنبص بيها على البنيه التحتيه قد تختلف بمرور الوقت، ان اهميه وجود اوبريشن اند مينتنس تيم، التيم اللي هيشغل المحطات واللي هيخدم بعد كده على صيانه المحطات دي. وليه بنقول كده؟ لان عندنا كيسز حصلت في مجال برضو شبيه قوي للعربيات الكهرباء، وهو مجال الطاقه المتجدده وتحديدا الطاقه الشمسيه. طبعا برضو الطاقه الشمسيه من الحاجات السهله جدا ان انت تركب محطه تحط الخلايا الشمسيه، ما بتحتاجش مينتنس معقده لان هي مش معتمده برضو على ميكانيكال بورت زي المولدات والكلام ده كله. هي خلايا بيجي لها شمس بتنتج الكهرباء. طبعا هي على قد ما الموضوع والمشروعات دي سهله وبسيطه، ولكن الناس كانت بتهمل برضو الجزء الخاص بالصيانه. كانت بتبان مشاكله في المشروعات الكبيره او الميجا بروجكتس، لما تلاقي نفسك عامل مثلا مشروع 5 ميجا او 10 ميجا ومحتاج تعمل له صيانه لان شويه التراب اللي بيتجمعوا على الخلايا الشمسيه دي هتقلل الافشنسي بتاعتها جدا. تخيلها بدل ما بتنتج 100 واط او هتنتج مثلا وليكن 30 واط، افشنسي كتيره جدا بتقع بسبب التراب اللي بيكون على الخلايا الشمسيه. فانت تيجي طبعا الشركه اللي عملت المشروع يجي يتفاجأ بقى عامل محطه 10 ميجا، الاف الخلايا الشمسيه موجوده، وبيلاقي ان هو عشان يعمل صيانه للحاجات دي هيحتاج معدات ما كانش عامل حسابه عليها، ويحتاج ليبر كوست الناس اللي هتيجي وتنظف الكلام ده كله، ويحتاج يستبدل حاجات اوريدي حصل فيها دامج بسبب مرور الوقت وبسبب عدم عمل الصيانه البريفنتيف او اللي هي بتمنع حدوث المشاكل بعد كده. واحده من الحاجات ان امريكا بتقول ان هي هتعمل انفستمنت ب 150 مليون دولار، وكمان 150 مليون دولار دول هيكونوا ل 4500 نقطه موجوده في 20 ولايه. فحبيت يعني هات سبوت على النقطه دي عشان تورينا اهميه المينتنس والاوبريشن ان هي تكون مربوطه بالانستليشن اللي موجوده للشواحن. اما تاني خبر معانا وهو من الاخبار اللي انا شخصيا انبسطت بيها جدا، وهو جوجل مابس. يا جماعه جوجل او شركه جوجل الرائده في كل حاجه في حياتنا، واللي مجمعه يمكن معلومات كتير عن كل حاجه بنعملها سواء كان في السيرش او في الحاجات الاماكن اللي بنروحها والكلام ده كله. عملت خدمه مميزه جدا هتبدا تعمل لها دلوقتي تدمجها في العربيات الكهرباء، وهي جوجل
هتعرف تاخد اكسس على المعلومات الخاصه بالبطاريه والانفورميشن اللي موجوده عن البطاريه. ده اهميته ان هو هيعرفك بعد كده لو انت رايح ديستنيشن معينه الرينج اللي معاك ده هيكفيك ولا لا، وهتوصل معاك برسنتج قد ايه. يمكن واحده من اكتر المميزات اللي موجوده في شركه زي تسلا او في عربيات تسلا تحديدا اللي هي موضوع التريب بلانر، ان انت بتقدر تخطط للرحله قبل ما تسافر. بتديها الديستنيشن تقول لك والله انت هتتحرك 100%، هتوصل وليكن الغردقه مثلا معاك 30% في البطاريه، او ممكن ما توصلش ومحتاج عشان توصل تعمل ستوب في مكان معين عشان تشحن ويقدر الرينج يكفيك. فطبعا دي بتعالج مشكله عند اغلب الناس اللي بتمتلك عربيات كهرباء او اللي لسه بيتعرف على التكنولوجيا لاول مره، وهي الرينج انكزايتي او القلق من الرينج. اي حد بيجيب عربيه كهرباء جديده اول حاجه هتلاقيه بيقولها لك انا والله خايف من الرينج اللي ما يكفينيش، انا عايز عربيه بتمشي 1000 كيلو عشان مش عارف هتوصلني ولا لا. متخيلين بقى الخدمات بتاع جوجل ان هي تربط الجوجل مابس وتاخد اكسس على الاندرويد اوتو اللي موجود في العربيه، او اللي بيلت ان اوريدي موجود فعليا في العربيه، او اللي انا ممكن اعمله من خلال موبايلي واخد اكسس على الانفورميشن دي. قد ايه هتغير تجربه قياده العربيه الكهرباء، قد ايه هتريح ناس كتير قبل ما تتحرك ومبقاش محتاج ان انت تركب تسلا عشان تستفاد من المميزات دي، ولكن انت دلوقتي جوجل مابس هتقدر تديك الخدمات دي. وده يوريني حاجه مميزه جدا في العربيه الكهرباء، ان هي عربيه عشان معتمده على الالكترونكس وسوفت وير، حاجات هاردوير ببرمجه بسوفت وير معين، وهي كلها عباره عن الكترونكس. فاصبح ان انا ادمج خدمات شركه عملاقه زي جوجل في العربيه، ازاي غيرت الاكسبيرينس تماما، ازاي ادت احساس مختلف تماما وهتعالج مشاكل كتير. ده كان من الاخبار المهمه جدا بصراحه اللي شفتها، فرقت جدا جدا وهتفرق كتير جدا مع كل حد مقبل على شراء سياره كهرباء. ان عايزين نقول ان الابديتس دايما هتخلي الاكسبيرينس احلى. واحدة من الأخبار أو ثالث خبر معانا من الأخبار اللي أنا شايفها برضو هتهم الناس اللي نفسها تشتري عربيات وخاصة تسلا موديل واي. تسلا قررت إن هي تنزل أسعار الموديل واي، عملت تخفيض على عربياتها الموديل واي سواء كان ريل ويل درايف أو البرفورمانس أو اللونج رينج. نزلت أسعارها في أوروبا 5000 يورو. أغلبية قالوا إن سبب التخفيض دوت إن تسلا متوقع الموديل واي ينزل لها فيس ليفت جديد خلال الشهور الجاية سموه جونيبر. متوقع ان يكون في اختلافات في الشكل، هتبقى تقريبا نفس شكل العربيه التسلا الموديل 3 الهايلاند، ولكن اضخم طبعا بشكل تسلا موديل واي بحجمها والشكل بتاعها. ناس قالت كتير ان ممكن سبب التخفيض دوت ان تسلا عايزه تخلص من الستوك القديم بتاعها في اقرب وقت عشان تستعد للفيس ليفت الجديد. يمكن ده حصل برضو في الموديل 3 لما نزلوا الشكل الجديد، قبلها كان في تخفيضات في الاسعار كويسه جدا. الحاجه الثانيه برضو الناس قالت سبب التخفيض مبيعات العربيات الكهرباء بشكل عام في اوروبا قلت، والاقبال قل عن الاول، مش بسبب حاجه ولكن بسبب بعض الدعم اتشال اللي كانت الحكومات بتديه للناس اللي بتشتري عربيات كهرباء. فبالتالي الشركات المصنعه واللي بتبيع عربيات عشان تخلي الديماند زي ما هو بدات تقلل او تضحي بجزء من الربح بتاعها عشان تخلي الناس تشتري عربيات كهرباء والديماند يزيد ما يقلش. يعني ندي هنت كده، ممكن ده يكون وقت مناسب للناس اللي عايزه تشتري عربيه موديل واي بتكلفه اقل شويه او كوست اقل. اما رابع خبر معانا بقى وهو خبر غريب من نوعه شويه، وهو العربيات الكهرباء في خلال السنين الجايه عشان تتباع في اوروبا هتحتاج باسبور. يعني ايه؟ انا اول ما سمعت الخبر ده يعني ايه عربيه كهرباء محتاجه باسبور، وباسبور تحديدا للبطاريه الخاصه بالعربيه الكهرباء. الفكره دي طلعها الاتحاد الاوروبي والمشرعين في الاتحاد الاوروبي، وليها عده اسباب. اول سبب بيهم الاندستري بشكل عام، الشركات العامله في المجال، لان الباسبور ده هيكون فيه ايه الماتيريال اللي مستخدمه في العربيه في البطاريه سواء كانت بقى بالكل الكيمستري بتاعتها زي ما بنقول مثلا البطاريات الان ام سي اللي هي نيكل منجنيز كوبلت، البطاريات الليثيوم ايرون فوسفيت اللي هي ليثيوم وحديد وفوسفات، بكل الكيمستريز بتاعتها. فده طبعا هيكون يعني انت كمشتري هتبقى عارف الكيمستري بتاعت العربيه ايه، ولكن الاهم ان اللي هيعرف الكلام ده كمان باقي الناس اللي موجوده في الصناعه دي، وليكن الناس اللي هتعمل اعاده تدوير للبطاريات ديت، تبقى عارف الكيمستري بتاعت البطاريه ايه بالنسب
بتاعتها قد ايه. ده هيساعده ان هو ياخد قرارات مناسبه في فكره الريسايكلينج. مش بس كده، كمان الفكره من ان احنا نعمل باسبور للبطاريات، كمان ان هو عايز يعرف البطاريه في تصنيعها استهلكت كربون قد ايه، او الكربون فوت برنت بتاعها اللي طلعته قد ايه. فده هيساعد برضو المشرعين ان هو يعرف والله العربيه الكهرباء دي وليكن بطاريتها عشان ننتجها، يمكن البطاريه تحديدا عشان ده الاليمنت الاساسي واكتر حاجه بتستهلك او بتطلع الكربون فوت برنت في تصنيعها. دلوقتي البطاريه دي وليكن طلعت 10,000 طن عشان انتجها، اللايف تايم بتاعها قعد قد ايه؟ وفر لي مثلا 20,000 طن كربون. فكده البطاريه الباتري كيمستري اقدر اقيمها بشكل كويس واقول ان هي فعلا ادت الوظيفه بتاعتها. طب كويس جدا. طب الماتيريال اللي بتستخدمها البطاريات دي هل قابله لاعاده التدوير؟ فندي الشركه دي تقييم افضل. فالشركه والله اللي بتصنع وليكن مثلا بطاريات ال اف بي تاخد تقييم احسن من البطاريات الان ام سي، لان هو ما استخدمش كوبلت. الكوبلت مثلا معدن ممكن يكون نادر اكتر من معدن تاني، او بستخدم الصوديوم، فالصوديوم اكثر انتشارا. ما استخدمتش المعادن النادره اللي موجوده في الارض. فانا ممكن بقى لهذا السبب مثلا كمشرع او كدوله بتدي جرانتس او دعم مادي للشركات عشان تشجعها ان هي تتجه للسيارات الكهرباء، اقول والله الشركه دي السكور بتاعها افضل من الشركه دي لانها بتستخدم مواد ممكن اعيد تدويرها بشكل افضل، فدي تحتاج تاخد الدعم افضل من الشركه دي او تاخد نسبه اكبر من الدعم من الشركات اللي ما بتاخدش ده في الاعتبار بتاعها. الجانب الثاني بقى اللي مهم جدا جدا في فكره الباسبورات ده بعيدا عن كل اللي احنا قلناه، وهو جانب انساني جدا وجانب اجتماعي. وهو يمكن سمعنا في الاخبار كان بيتم استغلال بعض الاطفال والنساء والرجاله في طبعا في الدول الافريقيه، الناس فقراء هناك فبيحتاجوا وعندهم هم بلد غنيه بالمعادن اللي بتحتاجها صناعه بطاريات العربيات الكهرباء، يتم استغلالهم. يعني يمكن حابب اوريكم المشهد اللي موجود في الفيديو ده، شباب واطفال ونساء بتنزل بتكسر المعادن اللي موجوده في المناجم وبتطلع تجيبها بايدها، اللي هي اصلا ما ينفعش التعامل معاها بشكل دايركت كده مع المعادن ديت، وهي بتطلع عشان مثلا مقابل دولار مثلا في ال10 ساعات والكلام ده. فكره الباسبورات اللي هتتعمل مش بس بتخدم جانب تنظيمي ولكن بتخدم جانب انساني، وهو عدم استغلال البلاد الفقيره اللي موجود فيها المعادن الخاصه بصناعه البطاريات. ده هتتاخد في الاعتبار وفي السكور كارد اللي هيتعمل للشركات في تصنيع بطارياتها. ويمكن بعد كده يكون في قوانين بتحمي هذه الاقليه من المجتمعات واللي بتتعرض للاستغلال عشان مجرد تعمل مايننج او تعدين بالشكل اللي احنا بنشوفه الغير ادمي. فدي فكره يمكن الباسبور اللي يطلع للبطاريات، وده كان من الاخبار اللي بصراحه انا انبسطت منها جدا، لان هي بتدينا معلومات اكتر وفي نفس الوقت هتخلي الجانب دوت يراعى بشكل كبير جدا من كل مصنعي السيارات الفتره الجايه. اما بالنسبه للاخبار المحليه فعندنا خبرين. اول خبر وهو نزول شكل جديد للعربيه الجيلي جيومتري سي، فيس ليفت جديد في 24. يمكن ابو غالي كان نزل من سنتين تقريبا العربيه الجيلي جيومتري سي، وفي 24 نزل لها دلوقتي فيس ليفت جديد. نزلوا من العربيه دي فئتين، فئه ثمنها 1,700,000 والفئه الثانيه ثمنها 1,800,000. العربيه بتقدر تمشي من الشحنه الواحده من 400 ل 500 كيلو متر، وقالوا كمان ان هيكون عليها ضمان اما 150,000 كيلو متر او 8 سنين على البطاريه، ايهما اقرب يعني. اما الخبر الثاني اللي معانا وهو ان شركه اكسبانج بقت موجوده بشكل رسمي في السوق المصري من خلال وجود وكيل جديد وهو شركة رايا. اكسبانج يمكن اغلبنا يعرفها، هي شركه صينيه معروفه وكبيره في الصين، متخصصه في صناعه السيارات الكهرباء، واخده دايركشن تسلا قوي سواء كعربيه تكون سمارت او في الانفراستراكشر اللي بتعملها كهرباء. المهم ان رايا يعني خلال الاسبوع دوت اعلنت ان هي عملت شراكه مع شركه اكسبانج عشان تبيع، مستهدفه ان هي تبيع 500 عربيه في السنه، وقالت ان هي هتنزل 3 فئات للعربيات ديت. اول عربيه معانا وهي الاكسبانج بي 7، ودي عربيه سيدان بتقدر تمشي من الشحنه الواحده من 400 ل 600 كيلو متر لان بطاريتها كبيره، ودي سعرها هو طبعا رايا ما قالوش اسعارها ايه، بس انا هقول لكم اسعارها في اوروبا ايه، لان هم قالوا ان هم ينزلوا النسخه الاوروبيه او البروتوكول الاوروبي اللي هو تقدر تشحن بيه مباشره من غير الحاجه لاي ادابتور. فسعر البي 7 بره هو 50,000 يورو. اما تاني عربيه قالوا عليها وهي العربيه اسمها جي 9، برضو بتمشي من 400 ل 600 كيلو متر، ودي سعرها حوالي 60,000 يورو بره. اما النسخه الارخص وهي الجي 6، ودي برضو بتمشي 400 كيلو متر تقريبا، من 300 ل 400 كيلو متر من الشحنه، ودي سعرها بره حوالي 30,000 يورو.
طبعا الضمان هو برضو زي اللي بينزل على اي عربيه كهرباء، وهو 150 الف كيلو متر او 8 سنين ضمان على البطاريات ايهما اقرب. دي كانت تاني حلقه معانا في برنامج اي رايد، وتقدروا تتابعونا بشكل اكتر، ولو عايزين تعرفوا اخبار اكتر عن العربيات واسعارها ومواصفاتها اللي موجوده في مصر تقدروا تتابعونا على جروب الواتساب واتساب، هتلاقوا اللينك حاطينه في الكومنت سواء كان على فيسبوك او يوتيوب او برنامج سبوتيفاي. شكرا ليكم واستنونا في حلقه جديده من برنامج اي رايد.